السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على عطر من العطور الراقية، العطر اللي بيمزج بين البلسمي وبين رائحة الجلد. رائحة الجلد هنا يا جماعة نوعين، لو انت تشم في رائحة الجلد اللي هي بتاعت الشنط والمحافظ وكده، وفي رائحة جلد بتكون ريحة مختلفة اللي هو جلد الغزال. جلد الغزال ده النهاردة اللي أنا هكلمك عليه بالرائحة الطبيعية المميزة جدا، بس كمان العطر ده ممزوج كمان بعطر بلسمي. عارف كده لما بتشوف نوتات عطرية بتكون مختلفة في نفس الوقت وبتديلك ريحة الفخامة نفسها، هو العطر ده. طيب العطر ده عطر ايه؟ عطر أرماني كود. العطر صدر سنة 2021. العطر يصنف رجالي، بس أنا أشوفه رجالي نسائي، يعني في برضه نساء بتحب إن هي تستخدم الروائح دي. العطر من العطور مميزة جدا. مقدمة العطر فيها ايه؟ مقدمة العطر فيها الخزامة، الليمون، البرغموت. عطر أرماني كود زي ما انت شايف دلوقتي، عطر يعني مزج بين الفخامة والأناقة في نفس الوقت. انطباعك الأول عن العطر انطباع هادي، وده اللي احنا عايزينه. طيب انطباعك الأول ده بيحدد ايه؟ بيحدد إذا كنت انت هتشتري العطر ده ولا لأ. فلما بتشوف ريحة حمضية في البداية اللي هي الليمون والبرغموت والخزامة، لا بيكون العطر من العطور الفخمة جدا المميزة جدا. هيستمر معاك كتير، هيستمر معاك فترة طويلة، ده الافتتاحية. بعد كده هيقلب معاك على حبوب التونكا. حبوب التونكا طبعا الريحة بتاعتها يعني أشبه للروائح اللي هي دافية، الروائح اللي هي يعني فيها شيء من الغموض شوية في الروائح بتاعتها، ده حبوب التونكا. بعد كده هيستقر معاك العطر على جلد الغزال، الفانيلا، المسك الأبيض بريحة نظافة مع خشب الأرز. النوتات العطرية أنا شايف إن هي نوتات عطرية مميزة فعلا. أرماني من العطور اللي فعلا عليها إقبال كتير جدا، المميزة جدا. كمان أنا هسيب لك الرابط برضو أسفل الفيديو يعني في الوصف تشوفه، وكمان هسيب لك في أول تعليق لو أنت حابب إن أنت تحصل على العطر. كمان العطر أنا أنصحك إن أنت تضم لدولاب العطور بتاعتك. ما تنساش كمان لو أنت ليك أي كومنت تقدر تسألنا في الكومنتات، بإذن الله هرد عليك. أخيرا بالنسبة للثبات بتاعه، أشوف إن الثبات بتاعه ثبات ممتاز. تقدر تستخدمه فين؟ في الأجواء الربيعية الصيفية، بس يعني برضو مش يعني ما يكون الجو حار، لا في عطور كمان أفخم وأفضل كمان إن أنت تستخدمها في الجو الحار. ده أشوفه في الأجواء الربيعية، برضو في الخريف مناسب جدا، في الشتاء مناسب جدا. طبعا بالنسبة للجنسين أنا قلت للجنسين، ولو إن هو مصنف غير كده، ولكن أنا أقول لك إن هو للجنسين مناسب جدا ليكي أو ليه. بالنسبة للفوحان بتاعه، الفوحان بتاعه مش كتير، يعني هيستمر معاك مثلا ساعتين. اشوف ان ممكن فوحان الساعتين ده ممكن يكون مناسب للناس او مش مناسب للناس. الفوحان يا جماعة اول ما يعني بيفوح، بعد كده بيبدأ زي فوران كده في الفوحان، يبدأ يفوح كل شوية شوية، وبعد كده بيختفي تدريجيا بينزل معاك. طيب في شيء مهم جدا كمان حابب الفت انتباهك ليه، الاستخدام للعطر غير استخدام. انا بوصف لك وصف العطر على حسب تجربتي ليه، ولكن في عوامل كتيرة جدا بتأثر في العطر. منها على سبيل المثال درجة حرارة الجسم بتاعتك، الأجواء اللي أنت موجود فيها، سواء أنت بتشوفني من دولة أوروبية أو من دولة عربية أو من دولة يعني الأجواء بتاعتها عاملة إيه، بتكون مختلفة تماما عن الأجواء بتاعتي. فدرجة حرارة الجسم والأجواء الموجودة فيها، وكمان عوامل كتيرة جدا مهمة فيها أنا قلت لك اللي يخصك فيها، اللي هي الزيوت العطرية الموجودة بدرجة الزيوت العطرية الطبيعية. فاستخراج الزيوت الطبيعية برضو ده بيفرق كتير جدا. الثبات بيفرق رقم واحد في جودة الزيوت الطبيعية، مهما حطوا مثبتات، مهما كانت المثبتات الصناعية موجودة في العطر، ولكن بتفرق كتير جدا لما بيكون ان العطر ده فيه مثبتات صناعية او العطر ده فيه مثبتات طبيعية. يعني مثبتات طبيعية زي ايه؟ زي الباتشولي على سبيل المثال، زي المسك الابيض برضو بيستخدم، عرق مسك الغزال، كلها مثبتات طبيعية بتثبت. في كمان عنبر جراس، عنبر جراس بيدي كيمياء ويعمل تحلل العطر رهيب جدا، كمان اتكلمت عنه في فيديوهات. لو انت اول مرة تشرفني خد لك لفة في القناة. معاكم احمد شبراوي وانت بتشوف قناة صفا للعود والعطور. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا محروسة بسيف